أكيد حصلت معاك قبل كده إن وقع منك شوية أكل على الأرض أو سكر أو غيره، بعد شوية بتلاقي نملة في المكان وبتستغرب دي عرفت منين إن في أكل هنا يعني. ده مش بس كده، أنت لو سبتهم أصلا شوية كمان هتلاقي عبارة عن جيش نمل جاي في صف واحد كده ياخد الأكل اللي وقع منك على الأرض ده. اللي هو إزاي يعني؟ عندهم واي فاي بقى ولا تليفونات بلغوا بعض وجابوا بعض وجم ولا إيه الدنيا؟ أهلا بيكم في قناة قلم جاف، والنهاردة سؤال: إزاي النمل بيظهر فجأة لو في أكل وقع على الأرض؟ اتش سالم. خلينا متفقين ان مجتمع النمل ده مجتمع كده بيحب يساعد بعض، مجتمع منظم جدا وكل نملة عارفة دورها كويس. اكيد شفت قبل كده عندك في البيت ان شوية نمل متجمعين على حتة اكل صغيرة، اللي شايل بقى من الجنب، اللي شايل من فوق، اللي شايل من تحت. مجتمع بيحب يساعد بعضه وكل نملة عارفة هي بتعمل ايه كويس. تلاقي النملة من هنا شايلة حتة اكل ورايحة للمستعمرة بتاعتها، فجأة هوب بتلاقي تلات أربعة كده جايين يساعدوها. المجتمع بتاع النمل ده منقسم لطبقتين: الطبقة اللي لسه قايلين عليها من شوية اللي هما بينقلوا الأكل من مكان لمكان وبيساعدوا بعض. الطبقة التانية بقى هي دي اللي هنتكلم عنها في الحلقة النهاردة. الطبقة التانية دي هم أصلا بقى اللي بيدوروا على الأكل، يعني هم اللي بيضحوا بنفسهم ويخرجوا بره المستعمرة يدوروا فين الأكل بالظبط كده علشان الباقي يجي يشيله. والمجموعة دي أو الطبقة اللي من النمل دي اسمها مجموعة الكشافة. المجموعة دي تعتبر أهم مجموعة في المجتمع بتاع النمل كله، لان هو اللي بيخرج يدور على الاكل بقى ويجيبه للملكة او للنمل الموجود في المستعمرة. اللي بيحصل بقى ان النملة اللي من مجموعة الكشافة دي بتخرج تدور على الاكل بحاسة الشم بتاعتها، بس مش حاسة شم عادية يعني. عند النمل في حاجة اسمها قرون الاستشعار، ودي هي اللي بتقوم بعملية الشم عند النمل. يعني هي دي بقى اللي بتسهل لهم الموضوع كله. قرون الاستشعار ده بيسهل على النمل في عملية التدوير، بمجرد ما الأكل يقع منك كده بيشموه على طول ويروحوا عليه. وعند النمل برضه غير قرون الاستشعار العيون المركبة. العيون المركبة دي بقى بتقدر تخلي النملة عارفة هي رايحة فين وجاية منين، تبقى حافظة المكان اللي ماشية فيه، مشيت من هنا مشيت من هنا، بتقدر ترسم المكان عشان تقدر ترجع تاني للمستعمرة. طيب كده النملة عرفت إن الأكل وقع عن طريق قرون الاستشعار وراحت خلاص للأكل. النمل التاني بيجي ازاي بقى؟ في مادة كده معقدة بيفرزها النمل باستمرار اسمها الفيرمونات. الفيرمونات دي عبارة عن ايه؟ إشارات كده للطريق بتاعهم. تلاقي مثلا في الأفلام الأجنبي بتاع المتاهة أو غيره الشخص بيسيب وراه علامات عشان يقدر يرجع للمكان تاني، أو مثلا لو تاه وشاف العلامات دي يبقى هو كان موجود في المكان ده قبل كده. النمل بقى بيعمل كده بالظبط، بيسيب الفيرمونات دي علامات لطريق العودة للمستعمرة تاني. اللي بيحصل بقى إن النمل اللي من طبقة الكشافة دي أو من مجموعة الكشافة دي بمجرد ما بيخرج من المستعمرة بيبدأ يفرز الفيرمونات، بيفرزها كده بمقدار معين عشان يعرف يرجع للمستعمرة تاني. لكن بمجرد بقى ما يلاقي الأكل وكده بيبدأ يفرز فيرمونات كتيرة جدا. وطبعا الفيرمونات دي ليها ريحة معينة معروفة عند النمل، وهو ده اللي بيخلي مجموعة النمل كلها تمشي في صف واحد حوالين الفيرمونات اللي النملة سابتها، ويبدأوا يمشوا ويشموا الفيرمونات الكبيرة أوي اللي النملة سابتها عند الأكل، يقدروا يجيبوها ويرجعوا تاني، وكل ده في صف واحد. يعني أنت أكيد شفت قبل كده مجموعة كبيرة جدا من النمل ماشية في صف واحد، الصف ده بقى هو صف الفيرمونات اللي سابته النملة بتاع طبقة الكشافة دي. طبعا معلومات ان النمل بيجي على ريحة السكر بس دي معلومة غلط، لان النمل حرفيا بياكل كل حاجة. النمل عامل زي صاحبك ده اللي ما بيقولش لا على الاكل خالص. بس هي الفكرة في الموضوع ان انت دايما اللي بتشوفه هو واخد حتة سكر وماشي. ان موضوع في السكر ان السكر له مادة كيميائية معينة النمل بيقدر يشمها. النمل الكشافة ده بيقدر يوصل للاكل ببساطة اللي هو السكر اللي وقع ده. وفي نفس الوقت احنا كبشر اصلا بنتشد للسكر وكده لانه بيدينا نشاط وحيوية، فهم برضو نفس النظام بيتشدوا له. يعني نمل الكشافة ده بيشم السكر من على بعد وبيعرف مكانه، وكمان أكلة كده بتديله نشاط وحيوية، ووجبة خفيفة يشيلها ويرجع بيها المستعمرة. فهو بيستسهل ودايما بيروح على السكر. لكن النمل بيقدر ياكل أي حاجة، أي حشرة قدامه بيقدر حرفيا يفكك أي جسم قدامه ويوديه المستعمرة. لكن زي ما قلنا كده هو بيستسهل، يعني هدور على الأكل ليه ودلوقتي أنا عارف مكان الأكل ده واكل خفيف هشيله وكمان بيديني طاقه وحيويه، يبقى هتعب نفسي ليه وادور؟ وبس كده. اتمنى تكون المعلومه وصلت، ولو اول مره تشوفني اتمنى سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ولو عندك اي اقتراح او سؤال سيبه في الكومنتات نعمله في الحلقه الجايه. ويلا بقى، السلام عليكم.